العقد الفريد كتاب موسوعي ذو أخبار متكاثرة وأشعار متناثرة وقصص متضافرة. هو لابن عبد ربه أحمد بن محمد وكنيته أبو عمر، ولد في قرطبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب أضحى منارا لكل من أراد أن يقرأ أو يطلع على كثير من أخبار العرب في سالف أيامها وسابق دهرها. كتاب العقد الفريد ضم منثورا من المعارف متنوعة، مع أن صاحبه من أهل المغرب إلا أنه ضمنه أخبارا كثيرة من أهل المشرق، ولذلك قالوا إن هذا الكتاب لما عرض على الصاحب ابن عباد وقرأه قال كلمته الشهيرة: لا حاجة لنا به، هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه الكلمة أو الوصف الذي قاله الصاحب ابن عباد في حق كتاب العقد الفريد لأنه رأى أن الكتاب تضمن أخبارا كثيرة من أهل المشرق، وقد ظن الصاحب ابن عباد أن صاحبه سيذكر فيه أخبار المغاربة بكثرة وافرة، مع أنه كتب شيئا من هذا فيه لكنه قليل. فلما رأى أن هذه الأخبار التي ساقها كتاب العقد الفريد هو نفسه أحد من شهدها واطلع عليها قال كلمته الشهيرة: لا حاجة لنا به، هذه بضاعتنا ردت إلينا. وهذه العبارة من الصاحب ابن عباد تدل على علو كعبه في تحرير الكلم وفي الرد البليغ ذي القول الموجز الزاخر بالمعاني، ولا ريب في ذلك، فإن كثيرا من المؤرخين وأصحاب التراجم وصفوا الصاحب ابن عباد بشيء كثير من هذا. الآن نعود لكتاب العقد الفريد. كتاب العقد الفريد يحاكي كتبا مثله، مثل كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، والأمالي لأبي علي القاري، والبيان والتبيين للجاحظ. إلا أن بعض النقاد يقول إن شخصية أبي عمر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد ظاهرة بينة أكثر من ظهور شخصية الجاحظ في البيان والتبيين، وأكثر من شخصية ابن قتيبة في عيون الأخبار، وأكثر من شخصية أبي علي القاري في كتابه الأمالي. وهذا إن صح هذا النقد فهذا يدل على علو كعب أبي عمر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد. والحق أن كتاب العقد الفريد يورث قارئه شيئا كبيرا من الثقافة، ويطلعه على أخبار الناس وأحوالهم، ولم يجعله مقيدا بشيء ترى فيه الاستطراد في نقل الأخبار.